أمير فهمي، الكاتب المعروف، بيصيف في راس البر من وهو صغير مع عيلته، وطول عمره بيسمع إن المدينة مليانة أشباح. في يوم قرر يكتب رواية جديدة، فقرر يسافر قبل موسم الصيف بشهرين ويقعد لوحده هناك في الهدوء. وفي يوم كان قاعد على البحر تحت الشمسية بيتأمل الموج وبيحاول يلاقي فكرة جديدة لروايته. فجأة لمح بنت قاعدة لوحدها، فاستغرب وراح يسألها: انت قاعدة هنا لوحدك ليه؟ البنت ضحكت وقالت له: انا عارفاك، انت الكاتب أمير فهمي. اتعرف عليها وعرف ان اسمها ريهام، وانها هنا مع اهلها عشان بيستمتعوا بجمال البحر قبل زحمة الصيف. قعدوا مع بعض ساعات طويلة، وكل ما يسألها عن اهلها تقول له زمانهم جايين. لحد ما الليل جه عليهم، قال لها: شكل اهلك كده مش جايين، تعالي اوصلك. مشي معاها لحد البيت او العشة زي ما بيسموها زمان في راس البر، وسلم عليها وهو بيقول لها ان شاء الله بكرة اتعرف عليهم. لكن لما صحي الصبح وراح لبيت ريهام، اكتشف ان البيت مهجور ومحروق من فترة. وقف مصدوم، وفجأة لقى ريهام وراه. خاف منها، لكن طمنته وقالت له: صدقني انا مش هأذيك، انا فعلا مش موجودة، لكن ما تخافش مني. بدأ يهدى وفضل يسمع منها عن المدينة والأشباح اللي فيها، وتعرف على محمود الحرامي والست سعاد العايقة ومدام ولاء وصلاح القاضي. كل واحد منهم كان ليه قصة مأساوية مات بسببها، وفضلت روحه تايهة في راس البر. عرف إن محمود الحرامي كان لص، وفي يوم قرر يسرق، لكن اتفاجئ إن الست صاحبة البيت رجعت فجأة ومعاها عشيقها. خاف واستخبى في الدولاب، وبعد شوية دخل جوز الست اللي شك إن مراته كانت بتخونه، وفضل يدور في كل مكان لحد ما فتح الدولاب ولقى محمود مستخبي. افتكروا إن هو عشيقها وقتلوا بالرصاص. أما الست سعاد العايقة فكانت ست غنية، ورثت ثروة كبيرة بعد وفاة أمها، وخدت جوزها وأولادها للمصيف. وفي يوم وهي راجعة البيت لقيت جوزها بيسرق فلوسها ومجوهراتها، ولما واجهته قتلها ودفنها تحت العشة، وقال لأولادها إن أمهم هربت وسابتهم. ومن يومها محدش يعرف إنها مدفونة تحت البيت. مدام ولاء مدام ولاء كانت مستنية جوزها يجي المصيف، لكن كان مشغول واتأخر. وخلال الفترة دي اتعرفت على الأستاذ صلاح اللي كان جاي مع مراته وولاده. وفي يوم بالليل صلاح كان تعبان جدا، فخبط على بابها يسألها عن دواء للصداع. دخلت تجيب له الدواء، لكنها لما خرجت لقيته واقع على الأرض. خافت تصرخ، دخلته جوه الأوضة وحاولت تفوقه، لكن للأسف فجأة جوزها دخل البيت عشان يعمل لها مفاجأة. لكن لما شاف صلاح في السرير ظن إنها بتخونه، فضربها على راسها بغضب وفقدت الوعي. حقنها هي وصلاح بمخدر، وقطع جثثهم حتت وحطهم في شنطة ودفنهم تحت البيت. لحد النهاردة محدش يعرف إنهم مدفونين هناك. وأولاد صلاح ومراته فضلوا يدوروا عليه، ما لقولوش أي أثر. إبراهيم كان متاخد قوي بالقصص، وقرر إنه يحولها لرواية. بقى يقابل الأشباح كل يوم على البحر، يقعد معاهم ويقضي وقت طويل معاهم ومع ريهام، وكان بيتمنى لو كانت حقيقة عشان يقضي عمره كله معاها. في يوم قرر يبلغ أهل الأشباح عن اللي حصل معاهم عشان أرواحهم ترتاح. ولما سأل ريهام عن قصتها، حكت له إنها ماتت مقتولة على إيد صاحب خطيبها اللي حاول يغتصبها لما قاومته. قتلها ودفنها تحت البيت وولع في البيت. إبراهيم رجع القاهرة وراح لبيت ريهام، لكنه اتفاجئ إن في فرح كبير والعروسة كانت ريهام. وقف في حالة ذهول، وبعد يومين رجع وخبط على الباب. فتحت له ريهام وحاول يحكي لها على كل اللي حصل، وهي طبعا ما صدقتش كلامه. ساب لها تليفونه ومشي. وبعد أيام عرفت من والدها إنهم هيسافروا مع خطيبها راس البر. شكت في كلام أمير واتصلت بيه، وقرر إنه يسافر لها راس البر وقابلها هناك. وبدأوا يشوفوا الأحداث وهي بتحصل قدامهم، وكل مرة قبل الحادثة ما تحصل يحاول ينقذوهم، لكن للأسف كل الشخصيات ماتت قدامهم. وفجأة ريهام وهي بتبص في موبايلها اكتشفت إن أمير فهمي مات في حادثة على أبواب راس البر من شهرين. بصت له بخوف وقالت له: أنت ميت، ابعد عني. وجريت من قدامه، لكنه استناها بره. وفجأة شاف خطيبها داخل البيت، صرخ ونادى عليها وجري ينقذها، لكن البيت اتحرق وماتت ريهام.
بعدها فهم أمير إنه كان شبح زيهم، وعرف إنه لو حتى عرف بالحادث قبل وقوعه مش هيقدر يغير القدر، وظهر مع باقي الأشباح على البحر في بورتو الأشباح مدينة راس البر. وبكده انتهت حكايتنا. انتظرونا في حكاية جديدة مع حكايات هنوش.